في حياتك الشخصيه اتعرضتي لناس حسيتي ان هم مش شرط الحاجات التوكسيك او الناس المؤذيه، ممكن بس تبقى الناس القريبه، لا هي ممكن ناس في دوايرنا تبان انها لطيفه وتبان انها في الشغل بتجيب معانا الفطار وحاجات جميله جدا، بس هم فعليا بيكنوا لنا مشاعر خطر يعني، وممكن تاذينا ده بالتتابع يعني. حقيقي. بصي، في العموم الشخصيات دي ذكيه جدا، فانت عشان تلقطيهم لازم تلقطيهم في اتموسفير كده بيساعدهم على انهم ينمو يعني هم لازم حد يديهم الفرصه، لان هم مش هيعرفوا يعملوا ده لو ما حدش مديهم الفرصه، هيدوروا على حد تاني. فعلى الاغلب لو في شغل هتلاقي ان مثلا لو هو لقى على الاقل واحد او اتنين يعرفوا يساعدوه او يسبورتوه ان هو يثبت نظريته، هيعملوا ده جدا. فمثلا في الشغل كان في شخصيه يعني هي كانت متضايقه مثلا ان انا في الحته في دي في البوزيشن ده في المكان ده، فهي كانت عايزه تمشيني عشان تبقى مكاني، لان هي عارفه انها عمرها ما كانت هتوصل، هي كانت خيار تاني انها تبقى في المكان.